هاي هلوز، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ رب تكونوا بخير. المهم انا قلت بس يعني احاول اسهل شويه الدنيا، عشان انا لقيت طبعا كلنا عارفين اللحمه بقت غاليه جدا، فاحنا بنبقى محتاجين نجيب قطعيه اللحمه على اساس الاستخدام اللي هنستخدمه لها، مش نستخدم قطعيه استخدام بطريقه مش صح فطعمها يبوظ ما يبقاش حلو، فيبقى هدرنا فلوسنا في الارض. طيب دلوقتي كتير معظمنا بيحب اللحمه تبقى ما فيهاش دهن كتير او ما فيهاش دسم كتير. انت لما بتروح للجزار تقول له عايزه لحمه ما فيهاش دسم كتير او دهن كتير، يديك بيبقى المتاح قدامه او اللي عايز يخلص منه بسرعه هو ظهر الفخده. لحمه حمراء بس مشكلتها حاجه واحده، ان هي عضلاتها واليافها قويه جدا، لان بتبقى هي في ظهر الحيوان خالص، تحميل كل جسم الحيوان بيبقى عليها، فبتبقى ما فيهاش كونكتيف تيشو او ما فيهاش انسجه ضامه، ما فيهاش دهن خالص. النساير او الالياف بتاعتها بتبقى عريضه وقويه جدا، بتاخد وقت طويل في التسويه، وبتبقى صعبه شويه في الهضم، وبتبقى ناشفه. هو بيبقى عايز يخلص منها بسرعه. ايه البديل ليها بقى طعمه حلو وبتبقى شبه القطيفه؟ هي دي الكولاطه. لحمتها هتلاقي النساير بتاعتها رفيعه، بصوا عامله ازاي، قطيفه شبه القطيفه، نسايرها ما بتبقاش باينه خالص. انت لو طلبت من الجزار ينضفها لك من الدهن اهي، هينضفها لك من الدهن اهي، قطيفه خالص. بص حته الدهن الموجوده حته صغنطوطه خالص، ماشي. بص قطيفه شبه القطيفه، الالياف بتاعتها مش باينه. دي لما تقارنها بوش الفخده، سوري بظهر الفخده، هتلاقيه فرق شاسع. ظهر الفخده هتلاقي الالياف باينه وطويله، هتلاقيها طويله طويله طويله. دي استحاله تروح للجزار تلاقيه مقطعه وحاططها قدامه، لان دي بيبقى ليها زباينها، وهو بيبقى عايز يحتفظ بيها، مش عايز يبيعها، يعني مش عايز يخلص منها بسرعه، فاللي بتلاقيها متقطعه محطوطه قدامه هي ظهر الفخده اللي هي التوب سايد. تمام. دي كولاطه. الكولاطه بتبقى يعني فوق خالص عند الحوض، بتبقى فوق خالص، ما بتبقاش طعمها بيبقى تحفه، بتبقى طريه، تنفع للطواجن، تنفع تتسلق. غير وش الفخده ما ينفعش خالص الطواجن، وش الفخده سلق بس، ما ينفعش خالص طواجن لان هي بتبقى ناشفه وحمرا جدا. دي تنفع للطواجن، تنفع تتسلق، تنفع للطواجن، تنفع تتسلق. كولاطه ماشي. البديل ليها برضو حلوه قوي ومناسبه، وبعديها بعد وش الفخده وظهر الفخده السمانه. السمانه بتبقى عضلتين مرتبطين ببعض وفي بينهم شيت كده. السمانه تنفع برضو كده، تنفع للطواجن وتنفع برضو للبفتيك. البفتيك هما على طول لما تروح تقول للراجل عايز بفتيك يديك من وش الفخده اللي هي السيلفر سايد، برضو بتبقى ناشفه، بس مش ناشفه شويه، مش ناشفه زي الظهر ده انشف حاجه. بعديها الوش شويه، الوش بيستخدموه شويه في البفتيك، بيستخدموه شويه في البيكاتا، بس الاحلى للبفتيك مش وش الفخده، ان وش الفخده بيبقى ناشف برضو. الاحلى للبفتيك هو السمانه هتلاقي اهو، بص اهي بفتيك اهو، هتلاقي العضلتين لازقين في بعض وفي بينهم شيت، وبتبقى لحمتها طريه جدا برضو. بص هي دي السمانه. وش الفخده بيبقى ناشف برضو شويه، بص اهو دي سمانه، بص في بينهم شيت رفيع كده. ايدي تمام. يبقى لما نروح للجزار هيقول لك انا عايز لحمه كباب حله، لحمه كباب الحله بالنسبه له هتبقى ظهر الفخده، دي بتبقى ناشفه جدا، دي تبقى سلق او كباب حله، ما ينفعش نعملها في خضار في طواجن. الطواجن عايز لا اما كولاطه لا اما سمانه، لا اما لو عايزين لحمه ملبسه شويه بقى طعمها حلو والدهن بتاعها بيدوب في الطاجن، اللي هي الشك، اللي هي السن دي بتبقى ورا الرقبه على طول. دي لحمه لطيفه وبيبقى فيها نسبه دسم، اللي بيحب الدسم شويه، بتبقى طريه جدا ومناسبه قوي 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 للطواجن.
اللي ما بيحبش الحاجه الملبسه او فيها دسم شويه يبقى ما قدامهوش غير السمانه او الكولاطه. لو هو عايز لحمه طريه تنفع، مش لحمه تيجي تاكلها تقعد تشد منك فاهم، تحس ان انت ضيعت فلوسك على الارض، تقعد تشد منك، مش بتبقى حلوه خالص للطواجن اللي هي وش ظهر الفخده. ظهر الفخده فعلا وحش قوي، يعني ظهر الفخده دي اللي عايز يجيبها لطبيخ تتسلق في ميه، او ممكن لو حابب يعملها كباب حاجه، لكن متنفعش خالص لطواجن. وانا عن نفسي ما بحبهاش في كل حاجه، يعني انا ما بجيبهاش خالص، يعني فعلا بتبقى لحمه ناشفه، نسايرها عريضه وقويه جدا، مفيهاش كونكتيف تيشو خالص اللي هي الانسجه الضامه، ما فيهاش كونكتيف تيشو، ما فيهاش جيلاتين، ما فيهاش اي حاجه، هي نساير قويه قوي، الياف عضليه قويه طويله كده، تحس ان هي طويله وبتبقى صعبه في هضمها، ما تاكلها تحس ان فاهم بتعاني وانت بتهضم، وبتقعد وقت طويل على النار. بالنسبه للجزارين بقى اللي بيحبوا يغشوا، لما تيجي تقول لهم انا عايز كولاطه وهو عايز يخلص من ظهر الفخده، يحط لك وحدتين كده من غير ما ياخد باله. فانت لما تيجي تروح عند الجزار ما تخلوش يجيب لك من البوكس او الطبق اللي قدامه، لا قول له انا عايز حته كولاطه. هتلاقي الكولاطه دي بتبقى لحمه كده مدوره شويه كده، وبتتقطع يعني فاهم، يعني لحمه صافيه ويعني مدوره شويه كده، مش كبيره. التوب سايد والسيلفر سايد بيبقوا قطعيه كبيره، دي بتبقى قطعيه صغيره شويه كده وينفع يقطع منها. السمانه تنفع للبفتيك، تخلي البفتيك طري وجوسي وحلو قوي. السمانه تنفع للبفتيك وتنفع تتقطع كيوبس، تنفع لكباب الحله او لطواجن او لاي حاجه. اللي عايز حاجات فيها دسم شويه خليه في السن، او اللي هو الشوك، الحته اللي ورا الظهر على طول، اللي ورا الرقبه على طول، دي بتبقى قطعيه مميزه برضو وحلوه قوي. البريسكت بقى اللي بيحب المصنعات او بيحب يدخن حاجات بتبقى تدخين، اللي هي البريسكت، اللي هي اللحمه اللي بتبقى قدام دي، اللي هي عند القفص الصدري قدام، دي اسمها بريسكت. دي بتبقى فيها دهن عالي، فيها كونكتيف تيشو كتير، بيفضلوا يستخدموها اكتر في المصنعات، او ان هي تتدخن. المصنعات بتتفرم عشان بيبقى فيها نسبة دسم ودهن وكونكتيف تيشو، يعني بيبقى فيها لحم مش كتير قوي. ودي اللي على طول بيتعمل عليها عروض، يعني عروض مش عارفه ايه، وتلاقي فيها دسم وشيتات وشيت ومش عارفه ايه، هي بتبقى البريسكت اللي هي الدوش. تمام. فتبقوا رايحين عارفين تقولوا للجزار تقولي له ايه، وما يديهكش عليكوا ويديكوا ايه، يعني بلاش تروحوا كده تلاقيه حاطط لحمه حمراء محطوطه قدامه، الله دي عجبتنا دي لحمه حمراء، لا هي مش حلوه، ما تخلوش يجيب لك من اللي قدامك، عشان اللي قدامه دي بتبقى ظهر فك، هو بيبقى عايز يخلص منها اول حاجه. قول له انا عايز حته كولاطه او حته سمانه. لو عايز بفتيك قول لي قطع لي بفتيك، ما تقطعليش من وش او ظهر الفخده، قطعهولي من السمانه. تمام. وش الفخده برضو كويس بس يبقى ناشف شويه، الاحسن منه هو السمانه للبفتيك. فما انا عارفه الجزارين فيهم حركات والعاب كتير كده، لازم يكون واحد فايق ومركز معاهم عشان ميضحكش عليه. اللي تنفع برضو للطواجن وبتبقى حلوه، واللي ما بيحبوش الدسم بتبقى حلوه بس يبقى فيها نسبه جيلاتين كتيره، اللي هي الموزه، اللي هي الشانك، بيبقى فيها جيلاتين كتيره، بتنفع للسلق وبتنفع للطواجن، بس احسن بتخلي الطاجن ريتش اكتر وبيتعزز نكهته اكتر للطواجن، اللي هي الشانك او الموزه. دي برضو حلوه للاتنين، وما بيبقاش فيها دسم بس بيبقى فيها نسبه جيلاتين عاليه. اشوفكم على خير. يا رب اكون قدرت اوصل لكم يعني معلومه مفيده عن اللحمه شويه، وبرضو لو لقيت يعني قطعيات لحمه تاني اقدر اطلع لكم اقول لكم عليها هبقى اعمل كده. اشوفكم على خير، باي باي.